عشان انتي فعلا ممكن تكوني ما بتكبريش دماغك، انتي بتتهربي من انك تواجهي. خلاص، يعني انتي ما عندكيش الجرأة انك تعرفيه او تحسسيه انه لا، انا لا هشربها ولا هحاسب. بجد انا كنت شغالة في شركة وكان صاحب الشركة الموظفين بتوعه بيقولوا عليه كده، لو الكلام ببلاش، الكلام اللي هيتقال عليك بسبب الكلام اللي انت قلته ببلاش هيبقى ببلاش برضو، فالناس فانت اللي محتاجني اكتر من انا محتاجاك. actually I can create my own chances. ما كنتش عايزه الاوفر الكبير ده، هو كان مستغرب. منى، دي فرصه بتيجي مره واحده في العمر، انت ازاي رافضاها؟ طب انا هديكي شهر كمان تفكري. انا الناس كلها بتتحايل عليا علشان اعرض عليهم الاوفر ده وانت كل ده بتفكري. انا حره. بجد ما تقولش حاجه مش هتعملها خالص، اوعى. انت شايف ان هو هسيبك زعلان الفتره دي كلها بالطريقه دي وانت تطلع من المولد بلا حمص مثلا؟ okay everyone، ايه يعني لما توصل الحاجة دي لوحدك؟ في شوية نصايح بحب اقولها، بحس انها مش بتبقى لكل الناس. خلاص، يعني مثلا ليه ما تحبش تبقى توصل الحاجة دي لوحدك؟ ليه لازم حد يساعدك؟ ليه لازم؟ يعني في حد عمل لي اوفر قبل كده، انا ما كنتش عايزة الاوفر الكبير ده، هو كان مستغرب. منى، دي فرصة بتيجي مرة واحدة في العمر، انت ازاي رافضاها؟ طب انا هديكي شهر كمان تفكري. انا I was like مش عايزة بجد، مش مرتاحة معاه، مش عايزة الاوفر ده منه خالص. and راح هو في الاخر اتعصب، وانت انا الناس كلها بتتحايل عليا علشان اعرض عليهم الاوفر ده وانت كل ده بتفكري. انا حرة. واحد، اتنين، يعني انا مش عايزة اصدمك اقولك انك شخص مش مريح اصلا. تلاتة، انا حرة تاني. أربعة، انت متضايق كده ليه؟ طب طالما في ناس كتيرة قوي كده، طب خلاص روح اديهم الاوفر ده. يعني خلاص، في ناس عندها شغف اكتر للموضوع، كلمهم هما، ما تكلمنيش. what's wrong؟ بعد الموقف ده I realized something. انا خدت بالي من حاجة، انه فكرة ان في الاخر حد يقول، ممكن يقول، الله اعلم، ممكن لو كنت كملت معاه كان ممكن يقول، ممكن ما كانش يقول، ولكن مش هدي حد فرصة يقول لي ده انا اللي كبرتك، ده انا اللي عملت منك، ده انا اللي اديتك الفرصة، ده انا وده انا وده انا. what the heck؟ oh my god. طب لنفترض ان انا قبلت، اخترتني ليه؟ دي نقطة رقم واحد. علشان شايف ان انا مثلا مميزة، شايف ان انا هديك في الشغل، شايف ان انا شغلي كويس. اوكي، يبقى ده عشان ده انا، انت مجرد ادتني الفرصة، ورغم ان الفرص دي ممكن تتواجد في اماكن كتيرة تانية غيرك، الفكرة الاسنس فين؟ فيا. فانت اللي محتاجني اكتر من انا محتاجاك. actually I can create my own chances. انا اقدر اخلق الفرص بتاعتي. خلاص. تاني حاجة I have me. hello I have me. انا عندي كل الحاجات اللي انت فضلت تصبر عليا شهرين علشان مستني مني اوافق. right؟ تالت حاجة، ربنا موجود. ربنا موجود، يعني الرزق معاه، فرصي معاه، نجاحي معاه، كل حاجة اتمناها معاه. فاللي هو it's my choice. فانا مش من النوع اللي هو ادي حد فرصة يقول لي انا عملت منك وما عملتش منك. I can do it myself honey. I can do it myself. فلما تيجي لكم فرص سواء كبيرة او صغيرة، فكروا فيها. Well, hello everyone again and welcome back to my YouTube channel. I'm very excited for this topic and without any further ado, let's go. مرة رحت كافيه انا وصاحبتي في اسكندرية، اوكي، طلبنا 2 قهوة زي بعض، فالقهوة ما عجبتنيش منه، قلت لها لا بجد طعمها مش حلو خالص، فناديته قلت له معلش القهوة طعمها مش حلو، ممكن كوباية تانية؟ فراح عملي كوباية تانية. it tastes so bad. بجد طعمها برضه مكانش حلو. فقلت له لا خلاص شكرا مش عايزة، اللي هو خلاص انا مش هرسك ان انا اطلب حاجة تانية. صاحبتي لما شافتني عملت الحركة دي، هي لوحدها راحت قالت لي ايه، طب انا كمان عايز ارجعها. مع انها في الاول ما قالتليش ان هي ما عرضتش الاوبشن ان هي ترجعها، بس لما شافتني انا رجعتها راحت قالت انا كمان عايزه ارجعها. دي نقطه مهمه، ما تجيش على نفسك في حاجه، يعني لو حتى هيعمل كده في كوبايه قهوه، امال في الحياه انت هتعمل ايه؟ ففي الاخر انا ما طلبتش قهوه وهي طلبت نسكافيه. خلاص.
هنا بقى النقطة، هو ليه ما قاليش مثلا معلش يا فندم انت لازم تدفعي تمن القهوة، لا انا عملت لك مرتين، لا مش ذنب ان هي مش عاجباكي. هو خلاص عرف انا من البني ادمين اللي هم مش هيجوا على نفسهم عشان يشربوا قهوة ونقول يلا اهي مرة، يلا خلينا نجرب، خلاص مش ما جاتش على القهوة دي هشربها وخلاص. نو مش هدفع فلوس في حاجة مش عجباني، ومش هاجي على نفسي ان انا اشرب حاجة مش عجباني. او خلاص عرف ان انا مش هاخد حاجة اقل من اللي انا شايفة ان انا استاهله. هي دي النقطة. تكبير الدماغ ده مش في كل حاجة بالنسبة لي. ليه؟ لان انا حقي ان انا لما ادفع فلوس في حاجة اكون راضية عنها وتكون عجباني، خلاص. فدي قيمة انا بديها لنفسي. هنا هو مستحيل يقول لا والله هو ده اللي عندنا، لا والله ما ينفعش الكوبايه تترمي، لا والله لازم تحاسبي على الكوبايه، ما هو انا ما عملتلكيش كوبايتين بس. ساعتها لو قال كده انا برضو هتصرف، بس مستحيل اقبل ان انا اشرب حاجه مش عجباني او ادفع فلوس في حاجه ما تستاهلش الدفع فيها خالص. مش لازم اعرفك انت، كفايه ان انت مدياني الاتيتيود ده، فاللي هو لا انت شكلك حاجه كبيره، صح ولا لا؟ عشان كده في بعض الناس اللي هي تديكي ايه، احساس كده من بره اللي هو لا انا حاجه كبيره، لا انا يتخاف مني، لا انا مش عارفه ايه. ازاي بقى بيبينوا الموضوع ده حتى لو هم اوريدي من جوه فاضيين؟ الموضوع باين جدا ان كل الناس دلوقتي مهتمه بالايه، تصرف كتير قوي على شكلها الخارجي، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي اشهر حاجه الناس تصرف عليها فلوس هي اي حاجه ليها علاقه بالمظهر والشكل الخارجي والماديات، واللي انا معايا قد كام ومعايا فلوس قد ايه والفشخره والكلام ده كله. ده طالما شكله كويس يبقى هو ممكن يبقى كويس، فكأن ده بيصب في ده. طالما شكله كويس يبقى هو من جوه كويس، رغم انها مش شرط. بيهتم بالشكل من بره علشان يداري الفراغ اللي جوه. بيهتم ليه باللي بره؟ علشان اسهل 100 مره من ان انت تغذي نفسك من جوه او تملي نفسك من جوه، يبقى عندك فلسفي معينه، طريقه تفكير معينه، مبدأ. فاهمين ازاي؟ الحاجات اللي هي بتاعت اي حاجه عكس الشهوه، اي حاجه تبع الدماغ، اللي هو انا طالما قلت كده فانا هعمل كده. لا، الدنيا ماشيه كده، الناس ماشيه كده. فاهمين ازاي؟ فكأن الشكل الخارجي ده زي حاجز الخوف. فالفكره اللي انا بتكلم فيها دي تتطبق في الحياه كلها، مش في الكافيه بس. هي فكره انت عرفتي البني ادم اللي قدامك انت ايه اللي تقبليه وايه اللي ما تقبليهوش، ومش هنتناقش في الموضوع. يعني حسب كمان الاسلوب اللي هو بيعرف هيجي منك شويه ولا ما يجيش. هي الناس بتتعامل في المواضيع دي بقى ازاي؟ اللي هو هكبر دماغي، يلا مش مشكله. لا، واحد عشان انت فعلا ممكن تكوني ما بتكبريش دماغك، انت بتتهربي من انك تواجهي، خلاص. يعني انت ما عندكيش الجرأة انك تعرفيه او تحسسيه انه لا انا لا هشربها ولا هحاسب. زي ما تقولي حطيتي حدود لنفسك. انت لو ما حطيتيهاش، هو عارف ان قهوته وحشة والكواليتي بتاعتها وحش ومحدش بيشتكي، فخلاص انا شريتها بفلوس اي كلام وهبيعها بتمنها عادي كأنها حاجة نظيفة او حاجة غالية. فلا، مش عليا، بجد مش عليا، وانتي ما تعمليهاش معاكي، ومش عليكي برضو. بس انا مش هاجي اقولك انتي لازم تعملي كده او انت لازم تعمل كده. دي اول حاجه لازم تعملها، انك تحترم نفسك. مش تحترم نفسك احنا متربيين عليها اللي هو ايه، انت عملت حاجه عيب فاحترم نفسك. احترم نفسك يعني علي قيمتها، اعرف حدودها، ارفعها، كبرها، غذيها، ما تبقاش زي اي حد. يعني انت كده عارف لما تتكلم انت الناس تحب تسمعك وانت بتتكلم، اللي هو عارفه ان انت مش هتقول كلام فاضي، حابين يسمعوا وجهة نظرك، بيحبوا يسمعوك تتكلم علشان عارفين ان دماغك حلوه. ده احترم نفسك. ارمي بقى خالص الحاجات اللي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين، او ما ترميهاش، ضيف عليها خلاص وصححها لعل في حاجه ممكن تكون اتفهمت غلط. يعني انا بحس ان من الفتره التانية اللي هو لا انا محتاجه الحاجات اللي انا اتعلمتها وانا صغيره، يمكن عشان انا كنت صغيره فتوضحت لي بطريقه معينه علشان استيعابي وقتها كان كده، دلوقتي استيعابي كده، فانا افهم بقى الموضوع كله ماشي ازاي، او المعنى الجمله دي كان ايه اصلا. لما اعمل كذا هتبقى اسمها احترم نفسك برضو، ولما اعمل كذا وانا صغيره هيبقى اسمها احترم نفسك برضو. فانت لما تحترم نفسك، اللي هو انت لما تقول كلمه تبقى قدها، ما يعني مش حلوه انه يتقال عليك اللي هو ده بيقول كلام كده وخلاص، ده اسمها ودنجي ولا كلامنجي حاجه كده، يبقى ده معروف عنك. بجد انا كنت شغاله في شركه وكان صاحب الشركه الموظفين بتوعه بيقولوا عليه كده، فانا بقيت بجد متضايقاله ان الناس الموظفين بتوعه بيقولوا عليه كده، اكيد من وراه يعني. وفي نفس الوقت متضايقه ان هو قابل كده على نفسه، يعني هو اكيد عارف ان هو قال كلام كتير جدا وما عملوش. الناس دي
خلاص عرفت انت صدرت لهم صورة معينة، فانت ليه قابل على نفسك ان انت يتقال عليك كده او ان انت بتثبت لهم حاجة غلط عنك؟ ببقى عارفة ان انا قايلة حاجة لحد وببقى مش عايزة اعملها، بعدين بضطر ان انا اعملها علشان ما صدرش لنفسي صورة غلط، لانها فعلا ممكن تتصدر غلط. عديتها مرة واقول مرة مش هيحصل حاجة، اجي اعملها تاني هلاقي الموضوع سهل فافضل اقول وما اعملش. فلا، فهو بيبقى مبدأ فعلا بعمله للناس، مش بقول بين نفسي كده وخلاص، لا هو فعلا بيطلع للناس وبحترم نفسي عشان المبدأ اوريدي عندي وعملته. يعني لما قلت لحد عامل حاجة عملتها، فبقى عند الناس صورتي ان انا قد كلمتي، وقبل ما يبقى عندهم هو عندي انا، لان انا عندي المبدأ ما بغيروش زي اي حد. اللي هو ماشي، ما هو الكلام سهل على فكرة، فعلا الكلام سهل وببلاش. افتكروا الموضوع ده، الكلام ببلاش، فخليك قد كلامك. لو الكلام ببلاش، الكلام اللي هيتقال عليك بسبب الكلام اللي انت قلته ببلاش هيبقى ببلاش برضو، الناس هتاخد راحتها خالص. زي ما انت بخدت راحتك وقلت حاجة انت ما كنتش قدها، فانت لما تخلي بالك من شكلك قدام نفسك، شكلك هيبقى كويس قدام الناس. لما تعمل حاجة كبيرة لوحدك، هل انت شايف انك هتبقى بعدها زي قبلها؟ فانت لما تلاقي الدنيا كلها مش عايزة تساعدك، بعكس النقطة اللي من شوية محدش هيساعدك خالص، يعني ليه ما تشوفهاش اشارة ان انت capable of doing it alone؟ يعني انت قادر انك تعملها لوحدك. يعني شوفها بالطريقة دي، اللي هو oh my god am I that strong؟ انا ربنا مديني المهمة دي او الميشن دي وانا هقدر اعملها لوحدي، because yes why not why not. مين حاط الفكرة في دماغك ان انت ما تقدرش تعملها لوحدك؟ نفس الامارة بالسوء، او اللي هو الكسل الطبيعي عند البني ادم، او الشيطان اللي هو بيحاول يوقع من البني ادم، من عزيمة البني ادم، من التفكير السليم بتاع البني ادم. فهي حاجة من الثلاثة دول خلاص. يا اما already. تاني نقطة من النقط اللي بشوف انها برضو مش لكل حد، انه تكون ما بتشتكيش. يعني انا من النوع اللي ما بشتكيش. if I have a problem I can solve it myself. it's not that big. يعني هي مش مصيبة ان انا احتاج حد من فاهمين؟ ما اعملها لوحدي. اشتكي ليه؟ اشتكي لمين؟ انا مش هعمل كده ليه؟ لان دي مش الصورة اللي انا عايزة اوريها اكشفها عن نفسي. اللي هو لا، مش انا اللي هحتاج حد. انا مش هحتاج حد الا لو الموضوع فعلا منطقيا لا محتاج حد يتدخل، حد مسؤول. ده انا لو في المدرسة ما كنتش هشتكي لايه لما اكبر؟ انا منى مش منى اللي تشتكي وتروح تقول لفلانة او حد كبير دي صغيرة سوت لي. نو هي هتسكت لوحدها، هي هتروح لحالها لوحدها، هي هتمسك في حد تاني لوحدها. حتى وانا صغيرة ما كانش يجي في بالي ان انا اروح اشتكي. لا، ما تقولش حاجة مش هتعملها، بجد ما تقولش حاجة مش هتعملها خالص. اوعى. صورتك قدام نفسك وصورتك قدام الناس لو انت عايز تبقى حاجة كبيرة. كل التبس دي لو انت عايز تبقى حاجة كبيرة في الدنيا قدام نفسك قدام الناس وكل اللي حواليك وعيلتك وشغلك والعالم، عايز تبقى ذو قيمة، مش عايز تبقى زي اي حد. انت مش هتستمتع بالبروسس او مش هتستمتع بالوقت اللي هو فيه اللي انت بتعاني فيه، لكن هتستمتع بالنتيجة. فهو ده اللي انت تستناه، اللي هو كل ما تتعب وتحس انك هتعيط واللي هو الدنيا قافله في وشك ومش عارف تنام من كتر التفكير وعمال تلف وتدور ونفسك مسدودة. I know it's all hard. I've been through it. But always remember the end result. أنا عارفة الحاجات دي كلها ومريت بيها، بس افتكر، حاول من مرة للتانية اعرف ال end result. and لازم يكون عندك إيمان وفيث ان انت برضو مهما يضيق بيك الزعل او يكتر عليك الزعل ويحاوطك، ربنا انت مؤمن ان هو موجود. فانت مش اللي هو ربنا موجود وكل حاجة فانت بس برضو متضايق. طب انت فين ايمانك ان ربنا موجود؟ انت شايف ان هو هيسيبك زعلان الفترة دي كلها بالطريقة دي وانت تطلع من المولد بلا حمص مثلا؟ فنو it doesn't make any sense. وربنا عادل ولا يظلم ربك احدا. وفي آية تانية برضو وما ربك بظلام للعبيد. فاتقالت بطريقتين وممكن في اكتر بس دول اللي انا عارفاهم. فعلا ما تقوليش حاجة مش هتعمليها.
علشان تبقي مصدر ثقة، علشان كلمتك تبقى معروفة في قدام، سواء في الشغل في اي حاجة، تبقي اللي هو شخصية محترمة دي بتقول حاجة وبتبقى قدها. This is really good. وبعدين محدش بقى كده دلوقتي، ف why not بجد why not. الصورة دي انا مصورها وانا كنت في اسكندرية. What do you guys think if you don't know that I'm a photographer? Hi, I am Mona and I'm a content creator, a YouTuber, a photographer, video editor, and for sure a videographer. Thank you so much guys for watching, and I see you next. And a graphic designer. Yeah, I do a little bit of graphic design as well. So yeah guys, I'm really happy. Thank you so much for listening, and I see you guys next time, right? Promise you guys will see me next time. Okay, bye.